الناس مش واعية، مش عارفة أنه بقاء الأسد يعني انتصار لإيران. والله العظيم غير يسيقوا العرب بالعصي، والله غير ياخذوا بناتنا سبايا إلى قم إذا صير هذا الانتصار. كثر خير الشعب السوري اللي قدم كل هؤلاء الشهداء، كثر خيره اللي صامد بالمعركة. عمرنا حكينا هذا الحكي؟ أقسم بالله إنهم الآن يستدوا ثار ذي قار والقادسية. ولا شو اللي يصير هلا بالعراق؟ هلا شو اللي يصير بالعراق اللي الحجاري؟ هذه معركة ضخمة، معركة كبيرة. واللي من العرب بده يتخبى ورا اصبعه خليه يتخبى لما يجوا يشيلوه من راسه من عند حضن مرته وياخذوه على قم. اللي بده يتخبى ورا اصبعه وبده يتخبى براسه، واللي بده يلعب لعبات صغيرة بالمعادلة الموجودة، والله غير هو أول واحد يدفع الثمن. واحنا نعرف مين اللي يلعب لعبات صغيرة بالمنطقة. هذه شغلة كبيرة الآن. لبنان هذا الممانع اللي بده يجيبه شو بده يعمل هناك؟ وبعدين رأس الجسر اللي عملوه بغزة عشان يستنزفوا مصر. يعني لازم خلص ما عاد فينا نسكت، ما نقدر نسكت، لكن لازم نحكي كل شيء عنا.